امتى بقى اركب اللولب النحاسي وامتى اقدر اشيله ويقعد معايا كام سنه؟ دي الاسئله اللي كلكم بتكرروها. اللولب النحاسي زي اي لولب بيتركب مع الدوره، ده افضل وقت، ولكن مش هو الوقت الوحيد اللي اقدر اركب فيه اللولب. بمعنى افضل وقت ان انا اركبه اثناء الدوره عشان انا اتاكد انك مش حامل، مش عشان بس عنق الرحم يبقى مفتوح وما يبقاش فيه ألم. حضرتك انا اقدر اركب لك اللولب في اي وقت، في اي وقت تقدري تروحي للدكتور ويركب لك اللولب، مش انا بس اهم حاجه يتاكد انك مش حامل. جوزك جاي من سفر وحضرتك في نص الشهر، روحي ركبي اللولب، احنا متاكدين انك مش حامل. لا، جوزك موجود معاكي، هناخد ريست كده لفتره معينه نتاكد انك مش حامل ونركب اللولب. طيب بيقعد قد ايه اللولب النحاسي؟ قانونا وطبيا 10 سنين، ماكسيمم 12 سنه. اشيله قبل كده؟ تشيليه في اي وقت. عايزه تحملي تشيليه، مضايقك تشيليه، عامل لك التهابات زياده اتعالجتي ورغم ذلك مش متاثره والدنيا مش لطيفه معاكي، شيليه. تمام، فخلاص شيليه. عامل لي مشاكل الدنيا، لا هو مش اثر، مش تحف عندي لازم تفضل، لا شيليه. حل المشكله شيليه. طيب هو انا لو سبته يا دكتوره اكتر من 10 سنين، ده انا بقالي تقريبا 14 15 سنه وناسياه وخايفه اقرب منه اصلا، انا ما بحبش دكاتره النساء والله ولا انا. حضرتك هو جسم غريب، هيزيد الالتهابات عليه، هتلاقي ميه بتكب عليكي كل شويه، ريحه زفره، التهابات، الم في الظهر، الم في بطنك من تحت. مع الوقت ممكن ينغمز جوه عضلة الرحم ويكسي عليه اللحم، فهيبقى فيه صعوبة في انقباضات الرحم فيحصل نزيف، أو يكسي عليه اللحم ما نعرفش نطلعه، أو يخترق جدار الرحم. فالصح جسم غريب ملوش عازة أشيله. امتى ملوش عازة؟ طول المدة بتاعته وانا لسه في خصوبتي، يعني انا بقالي سنين مركباه بس انا ما وصلتش للخمسينات وسن انقطاع الدورة ولا قربها، فخلاص هقولك سيبيه شويه وتعالي نشيله. فاضلك السنتين دولت، ما تسمعيش كلام الدكتور اللي هيقولك شيليه ده انت خلاص ما تحمليش. جالي حالات حامل 52 سنه شالت اللولب شهرين. لازم الدوره تنقطع سنه عشان تاخدي قرار انك تشيليه. لو انت قرب سن الدوره وهو عايش بقاله زمن معاكي هسيبه معاكي، هو شغال على فكره. تمام، يعني هو يعني ما بيفقدش كفاءته حتى لو عدى عليه زمن، شغال بميكانيزم تاني غير النحاس، انه موجود في جسمك بس. جميل. لكن انت لسه في عز شبابك حضرتك وقاعده لسه قدامك 10 سنين خصوبه كمان، لا شيليه وغيريه. هو قاعد يعمل ايه عندك غير مشاكل؟ شيليه وجددي وغيري. فهمتوا فكره تغييره؟ لا، ليه وقت معين، حتى لو حصل عليه اي مشاكل هنشيله وقت اللزوم هنشيله، غير كده بنسيبه قاعد معانا ومش مضايقنا نسيبه، مضايقنا نشيله، قربنا من سن انقطاع الدورة نبقى نشيله وقتها. حتى لو 21 سنة هشيلهولك. ليه طرق كتير للشيل، لو ما تشالش في العيادة يتشال تحت تخدير، يتشال بالمنظار الرحمي، يتشال بكل الطرق بالكحت والتفريغ. ده لو عامل أسوأ حالاته ووصل لها بنشيله. أعتقد كده غطيت كل الأسئلة اللي كنتوا سألينها بأشكال مختلفة عن اللولب النحاسي خصيصا.